مولاتي. نستمر دائما من خلال برنامج لاله مولاتي، وكيحضر معنا كضيف برنامج لاله مولاتي خبير الشعر والتجميل احمد سليمان. اهلا بك احمد. صباح النور. نتمنى تكون على خير. ما غنقولش لك واش ارتحيتي لانه نتوما في الصيف يعني عاد ما كتكثر عندكم الخدمه. الله يوفق. صحيح. اليوم احمد سليمان بغينا نتكلموا معاك كيفاش نعتنيو بالبشره ديالنا وبالشعر ديالنا من بعد الصيف، لانه قبل من الصيف كنتي حضرتي معنا وكنتي قدمتي واحد النصائح تجميليه يعني رائعه مهمه بالنسبه كيفاش نعتنيو بالشعر ديالنا وبالبشره ديالنا يعني قبل ما نتعرضوا لاشعه الشمس والمياه ديال البحر ولا بيسين. فدابا رجعنا من الصيف، تمتعنا الحمد لله بالعطله الصيفيه، فنبغيو نعرفوا معاك نصائح تجميليه اخرى كيفاش نعتنيو بالشعر ديالنا بالبشره ديالنا من بعد رجوعنا من الصيف ومن بعد رجوعنا من العطله الصيفيه. اوكي، بدايه بنقول صباح الخير للجمهور. الحمد لله على السلامه، كان كونجي ان شاء الله توفقتوا فيه انبسطتوا الحمد لله. مثل ما حكيتي انه كان عندنا مرحله الصيف، نحن كان عندنا ضغط شغل واجتنا حالات كانت تبعت نصايح كنا حكيناها قبل، وناس كانت ما كانت موجوده يعني دائما على السما. فالناس اللي تبعت الحمايه تبع الشعر والعنايه فيها لاقوا نتيجه ولاقوا فرق كتير كبير. ما كتير الشعر بتقولوا بالمغرب اكل عصا يعني، كان الحمد لله عم يتعوض له كتير البروتينات تبعه. وفي حالات اجتنا شوي صعبة، فيها مشاكل كانت فوق ما كنا نتصور ولا نتوقعها. الحمد لله كان الحل موجود، النتيجة أخذوها. وهلا الحالات اللي حنحكي عنها اللي ما عملت العناية بأثناء فصل الصيف، عم توصل لعنا كتير شعر محروق من الشمس، ناشف، مقصف، عم بيطيح. هلا الامور كلها سوا، هذه كلها كتاثر على الشعر، بتاثر على الشعر. حنحكي هلا بالتفصيل كل شعر شو لازم نعمله وشو لازم نحط له. فعلا لانه كاين انواع كثيره ديال الشعر، ربما العنايه حنا كتبان انها خصها تكون موحده. يعني بعد ما رجعنا من العطله الصيفيه غادي نمشيو كلنا مثلا مباشره نديروا اقنعه مثلا العنايه بالشعر، نديروا حمام زيوت، ممكن تخلصوا من الاطراف يعني ديال الشعر لي بوينت. ولكن كيف ما قلتي على انه كل شعر عنده عنايه خاصه به. نبداو مثلا بالشعر الجاف اللي هو يعني كيف يعني هو الاول يعني كيكون عنده واحد العنايه خاصه. هلا نحن قلت لك عندنا نوعين شعر، حالتين بطبيعة الشعر كاملة عم بتكون. في ناس ببداية فصل الصيف ومع البحر أخذت الوقاية اللي المفروض تعملها لشعرها، يعني حماية الشعر، حميت الشعر تبعها. هلا الشعر بحاجة لسماء خفيف يعني مش قوي. اللي ما عمل حماية اجى شعره في مشكلة كتير كبيرة، أكثر من ناشف، أكثر من متقصف، عم يتساقط بشكل كبير. هلا يعني المفروض تشتغل على شعرها اكثر. حنحكي بالوصفات شو المفروض نعمل بالشعر وطريقه العنايه فيه. يعني الشعر الجاف كيف ما قلتي هو انه ماشي غير الشعر الجاف، هو كل انواع الشعر خاصه اللي ما خدتش العنايه الكافيه يعني في الوقيته ديال الصيف، هي اللي كتكون اكثر عرضه للمزيد من المشاكل التجميليه على مستوى الشعر. صح. قبل التجميل عم يكون صحه الشعر، من بعد حنحكي بالتجميل. صحه الشعر عم تكون فاقده للحيويه، ناشفه، متكسره الشعره، عم تتساقط، جافه. كتير مشاكل عم تكون موجودة، خاصة الحالة اللي حكينا فيها هي اللي عم تسبب السبب الرئيسي لتساقط الشعر. الناس اللي ما عم تنتبه لها عم تبين معنا بالدياغنوستيك، هي اللي كانوا عم يغسلوا شعرهم وعم يتركوا فيه المي، وعم يكونوا على بالمدن الساحلية على البحر عم يطلع فطريات بالشعر. الفطرية عم تقتل بصيلة الشعر وعم تسبب للتساقط تبعها. هيدي حالة تقريبا 90% من السيدات اللي عم يكونوا موجودين ككل عندهم هيدي المشكله. اولا في الغالب ربما ما كيكونش عندها الوقت انه تنشف الشعر ديالها بفوطه بالطريقه العاديه، فكتجمع الشعر ديالها بلاستيك ولا باندا وكتخليه تقريبا ساعه ولا ساعتين ما كينشفش بطريقه صحيحه. كيف قلتي حتى هو كيعطي هذوك الفطريات طبيعي، وهن السبب الرئيسي لتساقط الشعر. حتى الفطريات كتكون سبب في تساقط الشعر، هي لانه بصيلة الشعر هي المنفس تبع الشعر اللي بتاخذ الاكسجين اللي بتتنفس منه
بس عم تدخل عليها الفطريات، عم تسكرها، عم تمرضها، عم تقتل البصيله، عم يصير عندنا فراغ كبير بالشعر. ردوا البال اكثر. انا هذيك المره نوهت على هذا الموضوع فعلا. في لك حالات يعني كانت نسبه الوعي عند المستمعين كثير كبيره، الحمد لله قلت لك ما وقعوا بهذه المشكله. في اللي ما عمل بهذا النصيحه صارت عنده مشكله كثير قويه. فرصه انك عاودتها لنا، وبك هذه النصيحه مهمه بزاف، وخاصه نردوا لها البال صراحه ونشوفوا الشعر ديالنا يعني بالفوطه بطريقه العاديه، وناخذوا وقتنا الكافي باش ما نعرضوش الشعر لهذوك الفطريات. اكبر دليل انا صار معي هيك موقف يعني حلو. قبل موسم الصيف اجوا 2 اخوات لعندي توم، فوحده منهم قالت لي بس ارجع من البحر وكذا بكون ضرر شعري بدي اعالجه. قلت لها المفروض هلا تعتني فيه، تعملي له وقايه مشان ما توصل الى مرحله تخسري شعرك فيها. فوحده من الاخوه عملت بالنصيحه، اخذت الاسوان، تعاملت مع مسك البحر اللي حكينا فيه قبل، والثاني قالت لي بس ارجع انا. رجعوا مع بعض، فكانت وحده عندها مشكله حقيقيه بشعرها، عندها تساقط، يعني خسرت شعرها بشكل كبير والعنايه فيها هلا بدها وقت. وحده ثانيه طلعت مبسوطه، صارت تضحك على اختها. دابا انت درتي مقارنه يعني ما بين جوج انواع ديال الشعر ديال الخواتات يعني توأم، فكتبان الفرق ما بين النتائج فعلا. وهو فعلا يعني احيانا كنخسروا بعض الحوايج، يعني خاصه يعني العنايه بالشعر هو ما غيحتاج منا وقت طويل، وماشي بالضروره انه حتى نساليو من الصيف. يعني المفروض انه العنايه بالشعر خاصها تكون في جميع المواسم، خاصنا نستانسوا على العنايه بالشعر الا بغينا كيف قلتي صحه الشعر هي الاولى. حنا كناخذوا غير المظهر الخارجي انه الشعر يكون رطب، كيفاش يكون يعني مسرح مزيان. هذه مشكله كبيره. هلا في نحن قلت لك انا هذيك المره كمان حكينا انه نحن بس ناكل ولا نستعمل ايدينا دايركت بنغسل ايدينا مشان نرجع يعني ننظفهم. الشعر نفس الشيء، بس الشعر المشكله انه ما كثير يعني فكره انه تنظيف الشعر وعلاجه عم بيكون بالطريقه المناسبه، عم في استهتار بهذا الموضوع. لا، المفروض مثل ما بغسل ايدي، المفروض مثل ما بغسل وجهي كل يوم لازم اعتني بشعري، لانه الشعر بده عنايه مشان ما يتضرر. الا سمحتي احمد، واش يعني طريقه صحيحه انه ملي مثلا تعرضوا لاشعه الشمس من بعد الصيف، وكذلك المياه ديال لا بيسين يعني الكلور والمياه ديال البحر ديك الملوحه اللي كتكون فيه، اللي اكيد انه كتاثر سلبا على الشعر اللي ما كناش كنعتنيو به من قبل، واش طريقه صحيحه انه ملي نرجعوا مثلا من العطله الصيفيه مباشره كنتجهوا للصالونات يعني ديال التجميل والحلاقه ديال الشعر، نقصوا من الشعر، كنقصوا من لي بوينت يعني من الاطراف الجانبيه ديال الشعر اللي هي كنحسوا انها ضعفت واللي هي تكسرات، في انتظار انه يخلف شعر جديد اللي يعني ما فيش مشاكل. لا، هذا الموضوع كمان فكره غلط سناء، انه اللي بتفكر انه بقص شعري مشان نشيل المحروق مشان يرجع يتجدد. لا، مش بكل الحالات قص الشعر هو مفيد. بعض الحالات الشعر من هذه الحالات اللي ممكن يصلح لهم انهم ينقصوا من الشعر ديالهم، يعني هذه بدها تكون عند خبير بالشعر هو اللي بينصحها. اذا الشعر مريض وقصيتيه بيمرض اكثر، بس اذا الشعر ميت وقصيتيه بتحيي الشعر. في فرق بين ما يكون الشعر ممكن يتعالج نتجنب القص، واذا كان الشعر مريض وقصيتيه بيمد المرض. يعني فينا نشبهها شوي يا رب السلامة بمرض السكر. مرض السكر بصير في عندك بتر للأطراف، فإذا ضلت مريضة بضل عم يصير في بتر بشكل أكبر، يعني المرض عم ينتشر أكثر. فالمفروض قلت لك إذا الشعرة مريضة نعالجها بعدين نقصها، إذا الشعرة ميتة ممكن نقصها. إذا هذه طريقة خاطئة. من الأفضل وكأنه كنفرطوا في الشعر ديالنا، يعني ضروري خصنا نعتنيو به. عاد ممكن أننا مثلا نغيروا من التسريحة أو نقصوا الشعر ديالنا ولا نقصوا الأطراف. صح. نحن حكينا إنه بخطوة أولى بالنسبة للشعر هو ناخذ شعر صحي وسليم، من بعد بنطلع للوك اللي هو اللي نعمل صبغه ولا نعمل كوب ولا نعمل. غادي نتكلموا على انواع ديال الصباغات وعلى كيفاش نعتنيو بالبشره ديالنا من بعد الصيف. ففاصل مستمعينا، وغادي نرجعوا مباشره لاستقبال مكالمتكم. كذلك اللي عندكم اي تساؤل تجميلي دائما رفقه خبير الشعر والتجميل احمد سليمان. اليوم كنتعرفوا مع جميع على كيفاش نعتنيو بالشعر ديالنا والبشره ديالنا من بعد العطله الصيفيه.
اذا ورجعنا لكم مستمعينا دائما رفقه خبير الشعر والتجميل احمد سليمان. اليوم كتعرفوا معنا كيفاش نعتنيو بالبشره ديالنا خلال فصل الصيف. احمد، نمشيو للصباغات لانه كتكون يعني كاين تساؤلات كثيره على صباغه الشعر. بالنسبه لصباغه الشعر، واش انت يعني مع السيدات والفتيات اللي ربما كيتبعوا الموضه في الصباغات ديال الشعر باستمرار، ولا ضروري انه السيده تختار اللون اللي غادي يتماشى يعني مع الشكل ديالها ومع ماشي اللون اللي هي اختارته، او لا ماشي اللون اللي يعني هو موضه؟ يعني ممكن انه مثلا تدير مثلا صباغه الشعر اللي غادي تجي معاها، اللي ربما ما تكونش مثلا يعني هذاك اللون موضه، ولكن تضيف ليه شي اضافات بحال بلاياج، بحال ديماج خفاف. يعني هاد يعني الاشكال اللي ولاو دابا واللي كينضافوا للصباغه وكيعطيو واحد الشكل مختلف. كل كليون وإلى وضعية خاصة. اللي عندها شعر سليم تعمل بشعرها أي لوك هي بيجي على بالها، تعمل شي كريزي، تعمل شي هادي، تعمل أي فاشن بتحب تعمله. عندها شعر صحي بيتحمل. بس اللي ما عندها شعر صحي إذا عملت أي شي خفيف ولا فاشن ولا شي حيضر لها شعرها. هون قلت لك كل فيس له له اللوك اللي بيجي معه، له اللون اللي بيجي معه. قلت لك نحن كتجميل كثير عنا شيء اساسي بنشتغل عليه، وهو لون العيون، تدوير الوجه، لون البشره. في كثير امور لننصحها كيف تاخذ اللوك. بس امرأة بتجيك اليوم هي حابه تعمل شيء، مثلا هي عجبها هذا اللون او لا شافته على فنانه وربما كتشوف انه غيجي معاها. يعني من الافضل انه الواحد يختار مثلا صباغه اللي غادي توالمو، اللي غادي تمشي مع الشكل ديال الوجه ديالو، مع اللون ديال البشره ديالو، اكثر ما هي مثلا موضه. صحيح. هلا في كمان السيدات اللي بيشتغلوا ولا اللي بيكونوا موجودين بالحياه العمليه اكثر من البيت، بتلاقيها شعرها بده عنايه خاصه، بده لوك خاص لانه ما عندها وقت لتعتني فيه بشكل كبير، بدها شيء يكون سريع. فاذا عملت صباغه قريب للون اللي بيجي معها ولا لطبيعه شعرها، بتكون سهل عليها الاعتناء فيه. بس مثل الناس عندك تعمل الوان الفيولين مثلا ولا الوان الاحمر، هون بدهم دائما عنايه، بدهم بشكل اسبوعي جلوس للشعر، لانه اللون كيبهت كيتغير وكيمشي اللون البرتقالي الليموني. هن هول اللونين اجمالا بعالم الالوان هن اكثر لونين مع الغسيل بيمشوا، ما بيكونوا فتره طويله ثابته. يعني خاص الكريمات وخاص الشامبوانات اللي كتكون خاصه بالشعر المصبوغ بهذاك اللون. صحيح. هلا نحن جايبين كمان جديد ان شاء الله شامبوان جلوس. شامبوان جلوس هو اللي بتعملي فيه شامبوان بتخليه على شعرك ربع ساعه مشان ما يتضرر الشعر من صباغه وكذا، بيضل يجدد اللون ويخليه بالحيويه تبعه، بس مش صبغه. هذا سميته شامبوان جلوس. هذا ان شاء الله جديد حيكون قريبا وبالنسبه لنصيحتك للسيدات اللي كيصبغوا الشعر ديالهم باستمرار، يعني واخا مثلا ماشي صباغه الشعر لانه طلعت مثلا لاغاسين ولا حيت كاين شي في الشعر، ولكن كاين واحد الفئه من السيدات ومن الفتيات اللي كيصبغوا الشعر ديالهم باستمرار. يعني فوق ما كيشوفوا شي لون مثلا ممكن انهم يصبغوا الى ملوا مثلا من يعني هذاك صباغه الشعر كيغيروها باستمرار. فشنو هي الفتره الفاصله ما بين كل صباغه وصباغه؟ يعني نصيحه بالنسبه لك انت منك انت كخبير ديال الشعر والتجميل. لك هيدي الفئه الخاصه من السيدات اللي بيتبعوا الموضه، هول اكيد عندهم وقت انه يعتنوا بشعرهم، فتخلي شعرها صحي، تعمل تغير كل شهرين ثلاثه اذا بتحب لون الشعر. على الاقل شهرين 3 شهور واحد ممكن انه يبدا يصبغ كل مره. نمشيو احمد الاجابه على تساؤلات المستمعات. معنا اسيا من الدار البيضاء. الو، اذا كنظن قطع الخط باسيا. نمشيو للبشره. بالنسبه للتقشير اللي تيكون في البشره والجفاف اللي تيكون في البشره واللي تيعانيو منه السيدات يعني من بعد الصيف، لان الصيف حتى البشره حتى هي كتاثر الا ما كناش كنعتنيو بها بزاف. فشنو النصيحه اللي ممكن تقدم بالنسبه للعنايه بالبشره من بعد رجوعنا من الصيف؟ كمان البشره الى يعني كان لها عناية. المفروض أي سيدة كانت تعمل الواقي الشمس، لأنه بتعرفي مع أشعة الشمس بالصيف بتكون شوي الحرارة قوية،
فاللي كان معتمد يعمل واقي الشمس بيكون هو حمل البشرة بطريقة 80%، ضل في 20% هي بدك ترجع كمان انت تعطيها الكريمات، كريم النهاري كريم الليلي. هادو مهمين بالنسبة صحيح ليعودوا للبشرة الجفاف تبعها. وبالنسبه لانه دابا في الصيف ملي كنرجعوا يعني مع هذاك البرونزاج اللي كيكون مثلا على مستوى الجسم على مستوى البشره خاصه، كيكون واحد اللون يعني كيكون عجبنا في هذيك الوقيته ديال الصيف ملي كنرجعوا، كتولي بحال الخلايا ميته على مستوى البشره، كيولي واحد الجفاف واحد التقشير. فواش كتشوف انت كخبير تجميل واش مباشره مثلا ملي نرجعوا نمشيو للصالون مثلا باش نديروا واحد الكوماج يعني تقشير خاص يعني بالبشره، ولا نتسناو واحد الفتره يعني ما نبداوش بالتقشير هو الاول؟ لا لازم ننطر شوي فتره شي 15 يوم تقريبا لتكون اكتملت الطبقه الجلديه اللي فوق مشان تتقشر كامله، لانه في شيء حيتقشر لوحده وفي شيء حيضل عالق، لانه حتى البشره سناء في لها طبقتين، طبقه سطحيه فوق هي اللي بتتقشر وتحت منها طبقة تانية هي اللي بتكون متضررة بس مش ميتة. هديك هون بنرجع بنعمل قماش لنرجع نعطيها يعني الخلايا اللي ضلت موجودة نرجع نحييها. تجديد الخلايا. تجديد الخلايا يعني على الأقل نتسنى واحد 15 يوم تقريبا، لأنه قلت لك حيعملها إذا بدنا يعملوا قماش في شيء هو جاهز لأنه يتقشر، في شيء بعده عالق، فمشان ما تنضر تاخذ فوكس البشرة، ولازم نكون نتعامل معها كمان برقة مش بخشونة. يعني عندك شي مثلا مواد اللي هي طبيعية اللي ممكن مثلا السيدة انه مثلا تنصحهم بها، مثلا العناية بالبشرة ولا مثلا بالتقشر اللي تيكون في البشرة؟ ليكي لحديت هلا بنصحهم بشغلتين لكل عم يكون عندهم مشاكل بالبشرة. أول شغلة بنصحهم بشيء اسمه صابون ديال الجليسرين، هذا أثبت فعالية كتير كبيرة بالصعيد. صابون الجليسرين يعني مناسب لكل أنواع البشرة ولا؟ لا جميع أنواع البشرة، شيء مفيد. والشغلة الثانية بنصحهم فيها الطبيعي مية الورد، ماء ديال الورد، وحنا تبارك الله في المغرب عندنا متوفر. صحيح. فكتير مفيد، بيجدد الخلايا، بيضخ فيها الاكسجين، بيورد البشره، بيعالج تجميليا. حتى نتوما في لبنان يعني كتعتمدوا بزاف على ماء الورد وعلى الورد يعني البلدي كيف ما عندنا حنا. صح بنعتمد فيها. ففي امور بالمغرب موجودة الحمد لله، قلت لك مثل زيت أرغان، مثل الورد، هو الشيء الطبيعي من خيرات هذا البلد. الحمد لله. لازم نستغلها مزبوط، هي مفاتيح للجمال. أنا كمان بدي نوه على شغلة كتير مهمة، هيدي رسالة حوصلها لكل اللي عم يسمعونا. أنا سابق وحكيت عن أضرار مادة الفورمالدهايد الموجودة بالكيراتين، هي مادة كتير مضرة وكتير فيها مشاكل. أنا كمان حكيت إنه الكيراتين والكولاجين والبوتوكس هن كاملين مادة تحنيط، بس لأنه بأوروبا وبالعالم حاربوا مادة الكيراتين ومنعوها، حولوا لاسم بوتوكس واسم كولاجين هذا المنتوج اللي هي عبارة عن تحنيط. أنا صارت عندي حالات كتير كبيرة الحمد لله بالمغرب كامل وبالعالم. هذا المنتوج اللي عم بحكي عنه علاج زهرة الأوركيد الفغموال هو منتوج اسمه علاج للشعر مش مادة تحنيط. مؤخرا عم يكون علي ضغط كبير على هذا الموضوع، في كتير ناس عم تنتقد هذا الموضوع. أنا حكيت بطريقة مهنية وبضمير مهني، فأنا حكمل بهذه الفكرة اللي عندي، ما حوقف عندها. الشرك أو الأشخاص المزعوجين من الحكي تبعي لأنه حكي ضمير، بتمنى من الناس إنه تلتجئ للإنترنت، تلتجئ لموضوع الطب وتسأل على هذه المادة اللي هي مادة مضرة. ضغطكم ما حيوقفني، أنا حضلني أحكي على الفورمالدهايد، هي مادة مضرة للشعر، مادة مسببة للكانسر، بتمنى تنتبهوا لها.
حرب شريفة أنا فايت فيها. صحة الناس هي بتعنينا، هي استمرارية لإلي ولكتير أشخاص اللي عندهم ضمير مهني. فبتمنى هذا الموضوع احكيه وحضلني احكيه، وان شاء الله دائما معكم. واي حدا عنده مشكله باي موضوع بالشعر انا مسؤول على العلاج تبعه، بحكيها اعلاميا وانا مسؤول عن حكي.